سيدي، أوصلت الطبيب إلى باب القصر، لن أخفي ما قاله، فأنت لم تشفى بعد. لم تكن ضربته قوية، ولا أظنها ستكون مؤثرة. اعذرني سيدي، أخفقت في مواجهته. حدث ما حدث عندما أردت إنقاذي. أنت غير ملوم. أعترف أن ذاك الخبيث فاجأني، استخدم أسلوبا لم أتوقعه. سأرد عليه، لن أسكت على إهانته. هناك مشكلة ثانية. سيف الجليد لا يزال في قبضة يان، لا بد من استعادته. سيدي، روشين يطلب لقاء. قلت روشين؟ فليدخل. أمرك. لم يمضي وقت طويل على عودتي من قلعة السيف. توقيت الزيارة غريب جدا. شكرا على قبولك زيارتي. سيد روشين، قل ما لديك بسرعة. سمعت أنك ذهبت إلى القلعة، زيارة لم ترضك، وحاولت إنقاذ مساعدك فنجحت، لكنك أصبت، وللأسف خسرت سيف الجليد. روشين هل أتيت إلى قصري حتى تشمت بي؟ بإمكاني قتلك الآن. لا تغضب يا سيدي أرجوك، أنت تعرفني، ما أنا إلا رجل عجوز، لا أجرؤ على السخرية منك. كل ما في الأمر أنني أحمل إليك خبرا سيفرحك. كن حذرا، عليك انتقاء كلماتك. أنت لست كما وصفت نفسك. أجل أعرفك، لست عجوزا، ولا أنصحك بأن تتظاهر بالضعف مرة ثانية. يا سيدي، بالغت في تقديرك، أنا لست ندا لأحد. لعلي كنت مقاتلا لا بأس فيه في الماضي، أما اليوم فأنا لا أجيد سوى الهرب من خصمي. لولا سرعتي لما بقيت، أقصد لما بقيت سالما حتى الآن. لست كما تظن يا سيدي، أرجو المعذرة، أعلم أنك تكره الثرثرة. أصبت، قل ما لديك وبسرعة. أمرك، كنت في تلك القلعة وخسرت السيف، لكن هل أحضرت معك شيئا له قيمة؟ أنت تكذب، من أخبرك بذلك؟ الهدف عندك معلوم، تحرير كيان. أرجوك لا تخفي عني، أنا واثق، الكنز في جعبتك، ولا أبالغ إن قلت إنه كنز، بل أثمن من ذلك. صارحني لأساعدك، لك الخيار. لن أواجه مشكلة إن طردتني من قصرك، فأنا لن أخسر شيئا. اعذرني، إن كان هناك من سيخسر فهو أنت. طيب، ها قد نفذت، ماذا بعد؟ توقعت هذا. انظر هنا، معي مخطوط يكمل ما لديك يا سيدي. انظر ما لدي، ها قد حصلنا على نص مكتمل. سيف ترويه الدماء، وسيف ترويه خيوط الشمس الحارقة. ما من سلاح أقوى. روشين، ما المقصود؟ المعنى واضح، هناك سيفان متماثلان في القوة، نعرف واحدا وقد كان بين يديك. سيف الجليد الذي استولى عليه يان؟ صحيح، والسيف الآخر هو سيف النار، كان يملكه يانغ شون تيان وهو مفقود الآن، ولكن كما ظهر سيف الجليد سيظهر سيف النار، أنا واثق تماما من ذلك. وأخيرا فهمت كل شيء. هناك سيف آخر، سيف النار، يقابله سيف الجليد، كل منهما فيه قوة لا يستهان بها. عذرا، عليك التحرك بسرعة، ابحث الآن عن سيف النار. ومن أين أبدأ؟ عالمنا واسع. أظنه في ذلك المكان نفسه، في المكان الذي صنع فيه سيف الجليد. لست في حاجة إلى التفكير، هي قلعة السيف. قلعة السيف.
من يحمل السيف؟ حامل ذلك السيف شخص يشعر بظلم رافقه في حياته، وهو يسعى لرفع الظلم عن نفسه وعن الآخرين. يجب أن لا يسعى إلى مصلحته، عليه إنكار ذاته. هدفه الأول سعادة الآخرين، وعليه أن يكون مستعداً لدفع الثمن في كل لحظة، وقد يكون الثمن حياته، قوة مجبولة بالأمل والألم والثقة. أعرف المقصود بذلك. كل ما كتب هنا ينطبق عليه وحده، وكأنهم رسموا صورة ديان. لم أخطئ عندما شعرت بأنك تتبعني. ماذا تريد؟ منك؟ لا أريد شيئا منك يا هذا. جئت بحثا عن شخص. تابع طريقك، لن أعطلك، عندي عمل مهم. وداعا. أجب عن سؤالي. ماذا تريد؟ قلعة غوشوك انضمت إلى المجلس. فلماذا لم يظهر قائدها حتى الآن؟ انظر، هذا الأمر لا يعنيك أبدا. سأعاقبك على التسلل. سيدي كيان، أهذا أنت؟ حان الوقت لتصفية الحساب. هذا هو كيان إذن. سياو، أنا سأساعدك، فلنعاقب المجرم. ما الأمر؟ يان لو، إنني أحتاج إلى مساعدتك، فلنقضي عليهم. علم. أنت يان لو، قاتل من قلعة غوشوك؟ لا، أنا الآن واحد من المجلس. وأين سيدك؟ أين يختبئ؟ هذا ليس من شأنك، لن أجيبك. أرجوك لا تناقشه، فلنعلمه الأدب. الخطأ خطأكما، تسرعتما، وهذه هي النتيجة. ألم تفكرا قط؟ أوشكتما على الموت. انتهينا. عدوي طليق، ليته كان معهم. لا شك أنه أرسلهم لمواجهتنا. أجل، إنه روشين، يظهر للجميع على أنه حمل وديع. عذرا، ماذا قلت؟ السيد روشين لا علاقة له، ليس من غوشوك. ماذا؟ أتصفه بالسيد؟ لن ألومك إن كنت لا تعلم حقا أنه قائد قلعة غوشوك. مستحيل، أنت لا تعرفه. إنه خال يان، تقصد شخصا آخر. وإن كان خال يان، أنا أعرفه. مجرم شرير يخدع الناس. لكنه أنقذنا من قبل، متأكد؟ لقد خدعك أيضا. احذر، روشين من أخطر القتلة. صدقوني يا جماعة، إنه يكذب، يجب أن تحذروا منه. لا أصدق، اعذرني فأنت تظلمه. ماذا قلت؟ لا أرى عجبا في ذلك. لا عجب أن تتمرد علي بعد أن علمتك. بالتأكيد لست في حاجة إلي، هذا هو الغرور عينه. أرجوك لا تتسرع، فأنا لا أكذبك. اصمت. خيبت ظني فيك يا سياو. كنت صادقا معك وأنت تكذبني أمام الناس. المعذرة،
سياو لا يقصد إهانتك، افهم ما قاله. السيد روشين لم نرى منه شراً. يوسين، أتشكين في كلامي أيضاً؟ لا أقصد ذلك سيدي، ولكن الرجل قدم إلينا النصيحة وساعدنا. أنا لا أشك فيه، أراه مخلصاً. اعذرني سيد هوانغ، لعلك تسرعت. شرير يجيد التنكر، خدعكما. صرتما دميتين في يديه. لا أسمح لك بإهانته. أتجرؤ على الصراخ في وجه مدربك؟ عاملتك معاملة الابن. اعذرني، أترى أنني لا أستحق مكانة أبيك؟ سيدي أرجوك لا تقل ذلك، لست كما تظن. أنا أحبك، ولكن يكفي. قلت الآن ما قلت، لكل منا رأي. اعذرني، نحن نراه طيبا. أظن أنكما على خلاف، فلما لا تتحدثان؟ ما رأيك؟ قد تصلان إلى حل. صحيح، نعرف روشين منذ سنوات عدة، لم نجد منه إلا كل خير. أنت تتهمه، قدم الدليل إذن. دليل؟ لقد قتل أفراد أسرتي أمامي، أنا ذلك الدليل. يكفي يكفي يا هوانغ، أنت الآن تستخف بعقول الجميع. نفد صبري. إن أصررت على الإهانة فعليك أن تنسى أنني طبيب. لا يهمني، سأبحث عن العلاج في مكان آخر. تذكروا أنني حذرتكم من ذلك القاتل. لست مسؤولا عما سيحدث. أرجوك فلنتحدث بهدوء. لن نصل إلى حل ولن نتفق. اعلموا يا سادة، ذلك الرجل سيقضي عليكم. لا تذهب. يوسين، اتركيه. تسرعنا، لم نتأكد من كلامه، وقد يكون صادقاً. سيدي يوسين، انتظر. آسفة، كلنا نحبك، فلماذا تتركنا؟ أنا أعلم، أنا أيضا أحبكم، فما الحل؟ لا تلمهم، كلامك مفاجئ. السيد روشين كلنا نعرفه، رجل صالح صعب أن ندينه، على الأقل لا دليل معنا. لو سمحت لا تتركنا، نحتاج إليك. هذا صعب يا ابنتي، لا يزال عدوي طليقا. أما الدليل فإنني لا أملكه. إذن ابقى معنا حتى تعثر عليه. لا أستطيع، أنا آسف، الدم يغلي في قلبي. أرجو المعذرة، لم أسيطر على غضبي. أنتما مثل أسرتي، ويؤلمني أن أراكما مخدوعين. يوسين، قدمي خدمة إلي. طوع أمرك. حذريهم من ذلك المجرم. أكره أن أفقدكم، وقريبا سوف تجدون الدليل لا شك فيه، وهو من سيقدمه. أمرك، سأفعل. شكرا، وداعا. احذري. روشين، لما جئت؟ اسمعي، أخشى أن تتسرعي. لديك ما يكفي من الوقت، لكل مرحلة وقتها. أما الآن فما عليك سوى العودة إلى المجلس. صعب، أنا لا أزال في البداية. يبدو أنك مصرة. ألا تثقين بكلامي؟ يوباي، صدقيني، ستحصلين على القوة عما قريب. عودي إلى المجلس بسرعة. ليوي، ادخل. ليوي، لما هذا الحزن؟ عرفتك قوية، لا تفقدي الأمل. عودي كما كنت،
لعله يكذب علينا. أجل. ما أكثر الأسئلة ولا إجابة واحدة. أحتاج إليك. تذكري أنني زوجك. فلنسأل الطبيبة. لا أملك الجرأة. أنا خائفة من الجواب، لعله صادق. ربما دس السم حقا. ليس ذلك غريبا عليه. مرحبا. مرحبا. الإجابة لدي. اعذراني، لم أقصد التنصت. ماذا تقصدين؟ انظرا، علمني زوجي ماذا أفعل، كيف أميز الجسد المصاب بالسم، وأملك في الحقيبة أدوات الفحص. شكرا لك. لا تضيعا الوقت. أنا وزوجي واثقان بأنها معافاة تماما، لكن خوفها سبب لها الهزال. عزيزتي، هيا أرجوك. هيا يا بني. ليوي، سأفحص دمك. نقطة واحدة، لست مصابة، ثقي بي. يان؟ أهلا. اسمع، لا تقلق. امرأتك بصحة جيدة. ولكن ذلك الضعف أهو بسبب خوفها؟ الآن أستطيع الاطمئنان عليها. أنت لم تلاحظ سوى الضعف، ها؟ تذكر، للتسمم عوارض كثيرة. الضعف وحده ليس الدليل القاطع. يان. ساكي، هيا فرحينا. على شرط. هيا هات البشارة يا يان. هي سليمة؟ إنها سليمة. تفضلوا، كل هذه الأصناف من إعداد زوجتي. حمدا لله على السلامة. فرحتنا اليوم لا تعادلها أي فرحة. لقد رجعت زوجة يان كما كانت. الحمد لله. والآن دعونا. هيا تفضلوا يا سادة. شكرا على هذه الدعوة. أخبرني يا يان. نعم. سمعت أن هوانغ واجه كيان ومساعد قائد غوشوك. عندي خبر، لعلك لم تسمع. أمر مؤسف. أي أمر؟ يؤسفني القول إن يوباي سرقت خريطة قلعة السيف وعادت إلى المجلس. ماذا؟ ليس غريبا. تذكروا ما فعلته بنا. ألم أحذركم من خبثها؟ ما بكم؟ الطيور على أشكالها تقع. الخريطة، وما هدفها؟ أتنفذ أمر اللجوان؟ لا أظن. يوباي تسعى لأن تستعيد مكانتها. انسى أمرها، صارت الخريطة هناك. يان اسمعني، هل سمعت عن سيف آخر؟ اسمه سيف النار، وهو لا يقل قوة عن سيف الجليد. احذر، يجب ألا يغادر سيف النار مكانه. لم أسمع عن سيف النار من قبل. أهو كما تصفه؟ بالتأكيد. وما يخيفني أن يصل إلى قبضة جوان. إنه يبحث عنه، ولا بد أن يرسل جواسيسه إلى قلعة السيف. أتعني أننا يجب أن نستعد لخوض معركة وشيكة؟ تماما. ما رأيكم؟ كلنا أسرة واحدة، اعتمد علينا. سيدي، عندي سؤال لك. لاحظت أنك تعرف كثيراً عن المجلس، الخريطة وسيف النار وقصة يوباي. هذا غريب. كيف علمت بهذه الأسرار وكأنك تنام في المجلس الأعلى؟ يوسين، انتبهي على كلامك. من حقي أن أعبر عن رأيي. أهكذا تردين علي؟ ساي، اهدأ. سيدي، لا داعي أن تغضب. يوسين عبرت عما يدور في رأسها، لا تلوموها. أدرك أنك تخافين على الجميع. لا بأس، اعلمي أن لي مصادر تأتيني بالأخبار في كل يوم، ولكنني لا أستطيع التحدث عن مصادري حفاظاً على السرية. هل فهمت قصدي الآن؟
لا دليل لديك سوى ما تدعيه. يوسين، توقفي عن هذا الكلام. سيدي، لا تقصد امرأتي الإساءة، تقول على ما لسانها. لا عليك يا بني، لا أشك في نية امرأتك. يوسين، ألا تزالين قلقة؟ اعذرني سيد روشين، هذا الوقت صعب، كلنا ندرك أننا محاطون بالأعداء وعلينا أن نكون على حذر، ولهذا لا عجب أن أشك في أي شخص ولو كان من المقربين. يوسين، عدنا إلى البداية. اطوي هذه الصفحة، كلنا نثق بالسيد روشين. بالتأكيد، ولكن حرصي على الجميع يدفعني إلى الشك. يوسين، لم تأكلي بعد، اجلسي. شبعت، عن إذنكم سأذهب للتنزه. سياو، هل ترافقني؟ الآن؟ لا بأس، سأنتظرك عند النهر، ولكن تذكر، حذرتك أمام الجميع، هناك مشكلة. إلى اللقاء. يوسين، لقد تمادت كثيرا. سياو، عليك أن تنبهها. لا داعي. يوسين أعدها مثل ابنتي، لا ألومها. تذكروا أنها لا تزال صغيرة، لا تملك خبرة في الحكم على الآخرين. لا بأس. يان، إلى أين وصلت في تدريبك؟ قبل يومين تمكنت من تنفيذ أسلوب جديد، صرت قادرا على التحكم في طاقة جسدي، ولكن هناك أكثر. ما ينقصني ورد في كتاب، والمشكلة لا أدري أين أجده. وكتاب الأسلوب الجديد أين وجدته؟ في مكتبتي. إذن هو لوالدك، لا شك في ذلك، وقد تجد ما تبحث عنه في المكان نفسه. يان، لا تتسرع، خذ قسطا من الراحة. مرحبا سيد هوانغ. احذري، ماذا تفعلين هنا؟ أبحث عنك. أعرفك جيدا، لا أظنك تبحثين عني. ما الأمر يا ابنتي؟ ماذا؟ أهو سياو؟ ليس تماما، مشكلة، لا يصدقون أنهم خدعوا، هذا ما يزعجني. الخطأ خطأي، أعلم أن إقناعهم أمر صعب، فهم لا يصدقون ما قلته عن روشين. يا إلهي، أنا المسؤول، أرجو المعذرة، سببت لك مشكلة. لا تقلها سيد هوانغ، لن يغيروا رأيهم من غير دليل، وأنت تعرف ذلك. اعذرني، لا تلمهم، إنهم على حق. ماذا تقصدين؟ أعلم أن لديك دليلا، أظهره بسرعة. أهذا رأيك؟ طيب، اتبعيني. من هنا؟ من؟ خالي؟ ما بك؟ خالي؟ إن يوسين سممتني، لا أدري لماذا. اهدأ، سأحضر الطبيب في الحال. يا إلهي، لم تعد حتى الآن، لقد تأخرت كثيرا. سياو، ماذا؟ ألم تعد؟ لا، لم تعد بعد، ولا أثر لها. كلام خالي صحيح. وماذا قال؟ زوجتك سرقت أحد الكتب ورشت السم عليه. ماذا؟ يوسين لا تفعل ذلك، ولا تحتاج إلى كتبك. أنا قلت ذلك.
ولكن خالي أكد أنه شاهدها في المكتبة، وعندما انتبهت عليه خافت من كشف أمرها أمام الجميع فهاجمت ثم هربت. غريب، أرادت قتل خالي. فلنسمعها أولا، يجب أن لا نحكم عليها. لن تقتل شخصا لأنها تشك في أمره. أين هي؟ لم لم تعد؟ حال خالي خطرة. كيان، أجبني، أتعلم لماذا لم أعلمك أسلوبي في القتال؟ لا أعلم. لا أظن أنك تجيد التحكم في طاقة جسدك بعد. أنت لا تفتقر إلى القوة، وإن لم تتمكن من تنظيم قوتك فلن تفيد منها. مشكلة، الوقت يمر. أرى نفسي مجبرا على تدريبك، ولكن اعلم جيدا، قد يكون الأسلوب سلاحا ذا حدين، فلتكن حذرا. أجل، مهمتك خطرة، عدني أن تنفذ أوامري. أعيدك سيدي. كيان، اعتنيت بك منذ صغرك، أعدك أقرب الناس إلي، أراك مثل ابني، لا أغضب مهما فعلت. وأنت عاملني كالابن. قل رأيك بصراحة. أنا... ماذا؟ أترفض؟ لا، أرجو المعذرة، كلامك فاجأني، لا أدري كيف أجيبك، هذا كل ما في الأمر. هل تقصد أنك موافق؟ هذا شرف لي سيدي. شكرا لك، غمرتني بلطفك. هيا انهض، تعال. سيدي، وصلت يوباي. يوباي؟ ما الذي تريده؟ دعها تدخل. أمرك. سيدي القائد. يوباي، ما الذي جاء بك إلينا؟ جئت طالبة العون. يان يطاردني، أستطيع البقاء؟ يوباي، صعب علي أن أصدق هذا الكلام. غدرت بنا مرات كثيرة، بأي حق تعودين؟ من أرسلك إلى هنا؟ كنت زوجتك، أهكذا تقابلني؟ لا مكان لي غير المجلس، هل ستطردني منه؟ أهذا رأيك؟ ماذا سيقول الناس إن علموا أن زوجة مساعد القائد مشردة؟ ولا تنسى خصومك، سيشمتون بكل من يقيم في هذا القصر. ما رأيك؟ هل أعود إلى الشوارع مرة ثانية؟ لحظة واحدة، لا داعي للمراوغة. تطلبين البقاء هنا، وما هو المقابل؟ سيدي، توقعت السؤال، وردي المقابل هدية ستعجبك. هدية؟ وما هي؟ خريطة قلعتهم. ماذا؟ قلعة السيف؟ أهذا قصدك؟ لكنني تعلمت من الدروس السابقة. اعذرني، لن أقدم الهدية الآن. كيان، رد امرأتك وهيئ لها مكانا، عاملها بكل لطف، لا تغضبها، حاول أن توفر لها كل وسائل الراحة. علم، سأنفذ الأمر. يوباي، نرحب بك. أنت الآن امرأة رجل أعده مثل ابني تماما، وسأكون مثل والدك، أعدك. شكرا على كل شيء. ما هذا المكان؟ أجبني. هذه غرفتك، ستقيمين فيها، ما رأيك؟ لكن يوباي،
اسمعي، سأردك كما أمر المعلم، لكن احذري، لن تجديني لينا. هل فهمتي؟ أجل، طوع أمرك، لن أخالفك. أخطأت ولا يحق لي سوى تنفيذ الأوامر. الأمان هدفي، سأشعر به بقربك. ألست زوجي؟ لا تتظاهري بالضعف، أنت لست ضعيفة. يوباي، إياك والخداع، لن أرحمك أبداً. هذه مذكرات أخي، كتب فيها ما حدث في القبيلة. فيها وصف دقيق. مجزرة، هل كنت هناك؟ لا، كنت في رحلة، ليتني بقيت. لعلي كنت أبعد ذلك المجرم وشره عن قبيلتي. من تقصد؟ أقصد، انظري الصفحة الأخيرة. اقتحم القبيلة على رأس مجموعة من اللصوص وقطاع الطرق، فأحرق المنازل وقتل السكان. المجرم روشين قاتل أسرتي، قاتل أهلي. ذلك الوحش يجب أن يدفع الثمن، أعدك. سيدي، لماذا تعامل امرأتك بهذه القسوة؟ عودتها تثير الشك. لا أشعر بارتياح نحو هذا، كأنها تخفي أمرا. ربما عادت لتنفذ مخططا ضده. لا تبالغ يا بني، هي امرأة مسكينة. اسمع يا كيان، أنت تخطط لتكون قائد المجلس يوما ما. لا أحد يستطيع منعك، ولكن تذكر أنك الآن مساعدي. سكان البلاد يراقبون خطواتك وكلماتك. انتبه على نفسك. أمرك سيدي. كيان، حياتك تهمني وسمعتك. يجب أن يكون لك أسرة. لم تعش بهناء. ابدأ من جديد. كون أسرة سعيدة. لا ترتكب خطأ أبيك. أخطاء والدي لن تتكرر. كل متاعبي بسببه تركنا لحياة التشرد. ألم تنس ما فعل؟ ولن أنسى. طيب، اسمعني جيدا. بلغني أن والدك قد عاد ويريد رؤيتك. اسمع ما لديه فقد تغير رأيك. أعطه فرصة أرجوك. أمرك، طلباتك أوامر. سيدي، أخبره بذلك. يوسين، ما الذي تفعلينه؟ أنتظرك. كيف عرفتي ومن أخبرك؟ لا أحد. توقعت هذا. فهذه الطريق الوحيدة المؤدية إلى قلعة غوشوك. كنت واثقة بأنك ستمر من هنا. أنت ذكية جدا، ولكن احذري، هذا الذكاء قد يؤذيك. أنا لست ذكية، والدليل أنك تآمرت علي. إذن فقد عرفتي. جاءتك الأخبار بسرعة. لا بأس، لن أدافع عن نفسي. صحيح، لقد كذبت عليهم. تآمرت ضدك وأنا قائد غوشوك. ما هذه الصراحة؟ ألا تخشى أن أكشف أمرك؟ سأفعل. أخاف؟ أولاً، لا أحد سيصدقك. أخبريه من أردت. ثانياً، لا أظن أن قتلك أمر صعب. أخافني كلامك جداً. سأعقد معك صفقة على شرط ألا تقتلني. أي صفقة؟ سأقدم إليك ما تبحث عنه.
بالإضافة إلى ذلك سأحفظ سرك. المهم ألا تقتلني، وبالمقابل عليك تنفيذ طلباتي. شوهت صورتي وعليك تصحيحها. يثقون بك. قل إن المتهمة تشبهني. طيب، ماذا ستقدمين إلي؟ أريني أولا. هذا حق لك. كنت أبحث عنه. كيف حصلت عليه؟ اشتريته من مكتبة. هل هذا وقت المزاح؟ هاتيه. ليس قبل أن تعدني. أعدك. لا تخدعني وإلا ندمت. لن أخدعك. خذ. لا، لحظة. لم تقدم لي أي ضمان غير كلماتك لي. إذن لا أرى أن هذه الصفقة تامة. لا شيء يمنعني من أخذ الكتاب في هذه اللحظة. سأقتلك ولن تستطيعي منعي. لا بأس. هذا هو خط أخي نفسه. صفحة ناقصة. إنها آخر صفحة، فيها سر خطير. هاتيها بسرعة ولا غيرت رأيي. أرجو المعذرة، فهي ليست معي. أين هي؟ أجيبي. تعال، سأدلك. سيدي، كنت واثقا بذلك. آخر الصفحات مع صديقي؟ لا، لست صديقا، ولا يشرفني هذا اللقب. لا أصدق. هل نسيت الماضي؟ كنا معا، تدربنا معا في تلك القبيلة، كانت تربطنا علاقة رائعة. رائعة؟ لكنك خنت ما بيننا في لحظة واحدة. صحيح أنني لم أكن معهم، ولكنني لا أزال أسمع صراخهم في كل يوم. هاجمت أسرتي وأهلي ومعك قطيع الذئاب، وستدفع ثمن ذلك. إذن يجب أن تموت بعد أن عرفت كل شيء. سيدي، هل ستواجهه الآن؟ بالتأكيد. لا أرى أمامي الآن أكثر من فأر جبان. ماذا تنتظر؟ أرني ما لديك أيها الوحش، لا تضيع الوقت. لكن دعني أحذرك أولا، لن تنجو، فأنا أتقن المرحلة الأخيرة، تلك المرحلة التي حلمت بها. آخر مرحلة؟ أجل، الأخيرة. أنا لم أكن مثلك، ولم يغلبني الطمع ذات يوم، لذلك أتقنت كل شيء. لست شريرا، ولا يجيد آخر المراحل إلا رجل مثلي. أكنت تستعد للمواجهة؟ أصبت، ولم يكن لي إلا هدف واحد أفكر فيه ليل نهار: قتلك. اليوم ولن أرضى بنتيجة التعادل. لا أستحق الحياة إن بقي عدوي طليقا. اعذروني يا أخوتي، أنا الآن قادم. لا توصد الباب.
الخداع لغتي الوحيدة. حان دورك الآن أيتها الصغيرة.